السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال. حبايب قلبي النهاردة اليوم جميل جدا وسهل وبسيط، يا رب يكون سهل وبسيط وجميل على قلبكم. عملنا فيه حاجات حلوة كتير، حاجات جميلة جدا. طبعا كلنا بنحب المحشي وما نقدرش نستغنى عنه. فاحنا النهاردة عملنا محشي مشكل كده، هيعجبكم ان شاء الله، يا رب طريقتنا تعجبكم. وجبت كمان شوية حاجات كده للخضروات للبيت، ما كانش عندي طماطم جبت، وكمان عشان اعمل منها صلصة المحشي. الطماطم الكيلو وربع ب10. وجبت كمان خيار، الخيار الكيلو ب12. وجبت كمان محشي بقى، جبت كوسة وجبت فلفل وجبت بتنجان. وانا قاعدة كده اتسليت في البتنجان شوية وقورت وانا قاعدة قبل ما اصور لكم الفيديو. ضيعت عليكم اللحظة دي بس سامحوني، قلت بقى انجز شوية واعمل شوية حاجات عبال ما اجي اصور الفيديو. ولقيت المانجا حلوة، جبت 2 كيلو مانجا حلوة قوي ب20 جنيه، جميلة مسكرة وزي العسل. وكمان جبنة خضرة المحشي، جبنة شبت وجبنة كزبرة، وجبت حزمتين بقدونس بقى، قلت احطهم كده في التلاجة. لزوم الجرنشة بقى، لو عوزت ازوق بيها حاجة او اجرنش بيها حاجة في انواع الخضار. ولو عوزتها في السلطة ولا حاجة. جبت رز وجبت بابريكا وبهارات وملح وماجي. وتعالوا يلا بقى ندخل على الفيديو، ولو عجبكم الفيديو النهارده اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. جبت البصل بتاعي كده اهوت وقشرته وغسلته، وهبدأ بقى اقطعه كده واشكشك البصلايه كده اهو بالسكينه واقطعه. قطعي بقى البصل بتاعك في الكبه بقى او على ايديكي زي كده، تقطيعه رفيعه كده حلوه مناسبه للمحشي. اكمل بقى تقطيع باقي كميه البصل بتاعتي. النهارده انا هزود في كميه البصل شويه علشان خاطر هاخد من الصلصة الخلطة التسبيكة بتاعة المحشي، هاخد منها شوية وهشيلهم في الفريزر، فانا هزود النهاردة. وزي ما انا ما قلت لكم قبل كده في كل الفيديوهات، انا بزود كل مرة قيمة كيس كيس كيس، في الاخر بلاقي عندي الصلصة بتاعة المحشي او تسبيكة المحشي متوفرة عندي في الفريزر. هنا بقى هنزل بشفشق كده طماطم ونص، عصرت كمية الطماطم اللي انا عايزاها، شفشق طماطم كده ونص. وهسيبها بقى تتسبك، هتبقى بالشكل ده كده. هبدأ انزل بقى بالتوابل بتاعتي، هنزل بمعلقة سكر وملح وكمون وبهارات وبابريكا وفلفل اسمر ومكعبين ماجي. احط معلقة سكر كبيرة علشان تعادل الحموضة، احنا في الحر ومش عايزين المحشي يكون مسبك وايه ويحمي على صدرنا خالص، عايزينه خفيف كده ولذيذ، عشان كده هحط معلقة سكر مع التسبيك. وهسيبها بقى تتسبك كده براحتها زي ما قلت لكم، كمون وكزبره وفلفل اسمر والسبع بهارات والبابريكا والملح والسكر والدجاج. وهسيبها بقى تعيش حياتها خالص لما تتسبك. وهنا حبايب قلب الصلصه بتاعتي اتسبكت وطفيت عليها ورحت نازله عليها بالخضره. غسلت الرز بتاعي وهنزل بيه كده بقى بعد ما اتصفى فيه الطبق، وهبدأ اقلب بقى وانزل عليه بالتسبيكه. وهقلب بقى كده الرز مع التسبيكه، وكل ما يعوز شويه احط تسبيكه لحد ما يديني الشكل اللي انا عايزاه، يكون احمر كده وحلو. قطعت بصلايه وقرن فلفل رومي وطماطميتين حلوين كده، وهنزل بيهم في الحله من تحت علشان خاطر المحشي بتاعي ما يشغفش مني. ولو في جزر كنت حطيت، لكن للاسف ما كانش عندي. بصوا هقطع الطماطم بالشكل ده كده، وهفردها كده في ارضيه الحله علشان خاطر المحشي بتاعي ما يلهفش مني ويتحرق مني من الحله. بس كده. هبدأ احشي بقى المحشي بتاعي بالشكل ده. احشي البتنجان الاول لحد ما اخلص كمية البتنجان، وبعد كده هكمل الكوسة والفلفل. ايه رأيكم بقى لحد كده؟ ايه رأيكم في تسبيكة المحشي بتاعتي؟ اسرع تسبيكة محشي. لايك بقى يا حبايب قلبي للفيديو،
بصوا كمية الصلصة اللي فضلت معايا، انا قلت لكم انا مزودة شوية علشان خاطر اخد كيس احطه في الفريزر. وبالفعل المفروض المقطع ده كان يتصور قبل المقطع اللي انتوا لسه شايفينه، بس مش مشكلة. المهم ان انا قلت لكم على الفكرة بتاعتي. خلاص كده انا نقصت الصلصة بتاعتي، وهحط الكيس لما يبرد في الفريزر. وخلصت كمان المحشي بتاعي ورصيته رصة حلوة كده، علشان لما ما احطوش فوق بعض، بحطه فوق بعض ممكن يتلزق في بعضه كده ويبقى معجن. لا، رصيته الرصة الجميلة الحلوة دي. حشينا البتنجان والكوسة والفلفل زي ما انتم ما شايفين كده. شايفين ايه الجمال والحلاوة دي؟ تسلم ايدي بجد. عايزة اقول لكم كان طعمه جميل جدا في منتهى الجمال. بصوا كده حبايب قلبي بقى، انا كان عندي ايه اللي هي الفخاد بتاعه الوراك، يعني انا بقى عندي الورك كامل، فبقطع الدبوسه بعملها لهم كنتاكي، وباخد الحته الكبيره دي بخليها اعملها في صينيه بطاطس او اي حاجه. انا بقى هنا سلقتها ونشلتها كده من الشوربه، وجبت شويه فلفل الاسمر على شويه ملح، وقلت هرش عليها كده من كل الجناب، وهدخلها تحت الشوايه بس تاخد لون، بحيث ان هي كمان تكون خفيفه. وكمان المحشي مسبك، ومش هينفع بقى الفراخ بتاعتي كمان تبقى مسبكه، والجو كان حر في اليوم دون، فانا قلت هعملها ايه خفيف خفيف كده. وبكده خلاص هدخل بقى الفراخ اللي تحت الشوايه واحط المحشي يستوي. وخلصنا الاكل بتاعنا. وكمان عملت ملوخيه، بس معلش بقى ما لحقتش اصور لكم الملوخيه لانهم كانوا جعانين، وايه جعانين جعانين مش ملاحقه عليهم. بصوا الفراخ استوت وبقت جميله جدا ولونها تحفه. وكمان المحشي بتاعي استوى. الله على البتنجان، كان طعمه جميل جدا جدا. الملوخيه كانت زي العسل. يا رب النهارده حبايب قلبي الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم اضغطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. تعالوا بصوا بصوا بصوا، وانا بدوق الملوخيه طعمها عسل. عسل، طعمها جميل جدا جدا. عايزه منكم يا حبايب قلبي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واللي اول مره يشوف القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا اشعار بكل فيديو جديد احنا بننزله. اللايك يا حبايب قلبي بيدعم الفيديو، بيوصله لاكبر عدد من المشاهدين. استودعكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.